ماذا لو انتهت حلول الارض خلاص وانت مش قادره حتى تسمعي كلمه دايت، وانت يا صديقي مش قادر حد يقولك ما تيجي الجيم ونعمل دايت؟ سيبك خالص من الدايت واوعى تفكر انك تعمل دايت، واعمل معايا بس ال10 خطوات دي على ال10 اسابيع الجايه، واوعدك المره دي كل حياتك هتتغير. بصي انسي بقى خالص انك عامله دايت، مفيش دايت. كل اللي مطلوب منك انك تخلي اخر وجبه قبل النوم ب3 ساعات وتبقى من غير نشويات بس. يعني ايه؟ يعني طول اليوم اعمل اللي انت عايزه، كلي بسكوت وكلي مش عارفه ديزرت وخدي فرايد تشيكن، ما تشغليش دماغك باي اكل، كلي زي ما انت بتاكلي عادي خالص، ما تفكريش في حاجه، بس انهي اخر وجبه من غير النشويات اللي فيها وتبقى قبل النوم ب3 ساعات. دي الخطوه الاولى وده الاسبوع الاول. طيب تاني اسبوع هنسميه اسبوع البروتين. ما تخليش وجبه من غير بروتين. يعني ايه الزق البروتين؟ يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا تاخد عيش بمربى بس كده، لا حط لي بروتين، معلش حط بيض، حط جبنه، مفيش اي وجبه تعدي من غير بروتين. يعني ما ينفعش الفطار بتاعك يبقى ايه كوبايه عصير وكحك، حط لي بروتين، خد لك جبنه قري. ما تقعدش بقى تقول لي ايه انا هاكل ايه، ما انا ماليش دعوه، انا عندي طلب واحد، انت مش عامل دايت دلوقتي، هو الطلب الوحيد ايه؟ ان مفيش ولا وجبه في اليوم تبقى من غير بروتين. حط لي بروتين جنب الفطار وجنب الغداء وجنب العشاء. ثالث اسبوع احنا معانا خطوتين بس. اول حاجه تفضل فاكر انت مش عامل دايت، اقعد قول لنفسك والله ما دايت، احنا بنعمل خطوات بسيطه هتغير حياتك للسما. تالت اسبوع هنعمل ايه؟ هما خطوتين. الاولى ان احنا هنحط رياضه 10 دقايق، واي نوع رياضه في اي وقت باي صوره. لو عملت كده انا هبقى مرضي وتمام وزي الفل. فدي اول حاجه، انك 10 دقايق رياضه. النقطه الثانيه انك ما تاكلش سناكس بين الوجبات غلط. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تاخد شيبسي. انا بيقول لك بقى ما تاخدش شيبسي، وهو بيقول لك لا، ما انت هينفع تاخد شيبسي بس مش بين الوجبات، خده جوه الوجبه. يعني خد الشيبسيتين 3 في الفطار، في الغداء، في العشاء، خد حته الشوكولاته مع الغداء، بعد الغداء ما خلصت وكده تروح واخد الشوكولاته بتاعتك، بس ايه جوه الوجبه، ما تاخدش بين الوجبات غلط. انا مش عاوز احكي في الفيديو ده ليه وايه اللي بيحصل وبتاع، بس اعمل بس الخطوات دي واكتبها معايا. انا عايز حد في الكومنتات كده يكون كاتب لي كل الخطوات دي، وهندعي له كلنا يعني، وانا هدعي له انا كمان لما الفيديو يخلص في الاخر. رابع اسبوع بقى هنبدا ايه، اجي عليك شويه بس انت عارف انا اخوك يعني. اول حاجه في رابع اسبوع السكريات هتدخل مرتين بس في الاسبوع، كنت سايبها لك براحتك خالص، دلوقتي هتدخل مرتين، وكل مره فيهم قد نص ايدك كده. وتدخل برده زي الاسبوع اللي فات لما قلت لك كل الحاجات الغلط فين؟ جوه الوجبه. يعني السكريات اللي هتاخديها اللي هي قد نص ايدك هتبقى جوه الفطار او جوه الغداء. طبعا مش هينفع نحطها في العشاء لانك هتجوعي وطعم بقك هيمرر وتفضلي طول الليل عايزه تاخدي حاجه. واوعوا تنسوا ده بيتضاف للاسابيع اللي قبلها، يعني كل اللي فات هم ثابتين، هلمهم لكم في اخر الفيديو كده، بس كل اللي فات ثابت. فيبقى رابع اسبوع كل اللي هتعملوا السكريات مرتين قد نص ايدك جوه الوجبه. طيب الاسبوع الخامس، الاسبوع الخامس ما تاخدش يا صديقي حاجات ميكس غلط مع بعض. يعني ايه؟ يعني ما تاخديش مثلا دقيق ابيض مثلا بيتزا ومش عارفه ايه مع فراخ بانيه مثلا. ما تاخديش مكرونه بشاميل مع فراخ بانيه، لا لو خدتي المكرونه بشاميل فيبقى البروتين اللي جنبها مش مقلي بقى، يبقى البروتين اللي جنبها مشوي، وهكذا. ما تاخديش زي فاكره، ما تاخديش حاجتين غلط مع بعض. يعني لو خدتي بطاطس محمره في الفطار ما ينفعش العيش اللي جنبها يبقى عيش ابيض بدقيق ابيض، لا تاخدي بقى مثلا توست بني، تاخدي بعيش شوفان، وهكذا. مش هنعمل ميكسات غلط مع بعض. ده الاسبوع الخامس. يلا اعلى معايا بالاداء. الاسبوع السادس، الاسبوع السادس مش تاكلي حاجه غلط. بص هو بيعمل دايت، مش دايت برضه بس ركز معايا. يعني ايه ما تاكلش حاجه غلط؟ كلي رز زي ما انت عاوزه، وكلي مكرونه زي ما انت عايزه، وكلي بروتين زي ما انت عاوزه، وكلي زبادي وخضار وفاكهه زي ما انت عايزه. بس خلاص دلوقتي الغلطات هنوقفها. يعني مش هتاكلي بقى بسكوت ومش هتاكلي شيبسي ومش هتاكلي كده، بس تشبعي وكلي براحتك، ما تعديش اي معالق رز، ما تعمليش اي حاجه. خليكم فاكرين كل اللي فات ثابت. جينا بقى الاسبوع السابع. كل اللي انا عاوزه في الاسبوع السابع حاجتين، ان الرياضه تبقى تلت ساعه. فاكرين انتوا احنا قلنا محافظين عليها، فاحنا من ساعه ما قلنا الرياضه تبقى معانا فاحنا محافظين عليها 10 دقايق كل يوم. لو انت وصلت لحد الاسبوع دوت فالرياضه هتزيد شويه، هتبقى تلت ساعه. فدي اول حاجه هتعملها في الاسبوع السابع. والنقطه الثانيه انك هتشيل النشويات من 3 وجبات في الاسبوع، مره مثلا من الفطار ومرتين من الغداء، مرتين من الفطار ومره من الغداء، باي صوره هتعجبك. فدي اللي هنعملها. انت لو وصلت لهنا انت فعلا دلوقتي حياتك بتتغير. انا والله مستنيكوا انك تيجوا تقولوا لي ان فعلا ان شاء الله خلوا الفيديو ده عندكم، وتيجوا تقولوا لي ان خلاص احنا في الاسبوع السابع وفعلا الحياه بتاعتنا بدات تتغير وبقينا عارفين ندير كل ده بصوره افضل، وتشكروني لان انا بقى الصراحه مستني الشكر يعني بصراحه. فده الاسبوع السابع. الاسبوع الثامن كل اللي احنا هنعمله بس ندخل بقى في صيام متقطع. كل اللي فات ثابت
وهنخلي في صيام متقطع، بس مده الصيام المتقطع في الاسبوع الثامن 14 ساعه. ده بس اللي احنا هنعمله في الاسبوع الثامن واحنا محافظين على الباقي. طيب الاسبوع التاسع كل اللي انا عاوزه ان مده الصيام تزيد، بقت 15 ساعه. ده كل اللي احنا عايزينه في الاسبوع التاسع. عشان تتمهد يا صديقي ان في الاسبوع العاشر which is ان هو ده اهم اسبوع ليك اللي هيخلي شكل حياتك بعد كده بالنمط الجديد اللي احنا بنعمله، عدد ساعات الصيام هيبقى 16 ساعه. فصيام متقطع رسمي هيحافظ ان دلوقتي مش هيبقى فيه جوع خالص، منظومه الحرق بافضل صوره ليها، انت لسه محافظ على الرياضه بتاعتك من 20 ل 30 دقيقه، كل حاجه ماشيه كويس. زائد النقطه الاهم انك بدات تتخلص من ادمان النشويات جوه الوجبه. فانا عايزك ساعتها تاخد النشويات مره واحده بس في اليوم ووزعها براحتك، مره في الفطار ومره في الغداء. دي اسابيع هنسميها اسابيع التغيير. خلي الفيديو ده عندك، وزي ما قلت يا ريت حد يتطوع في الكومنتات يكتب دول في نقط لو حد تاه في الفيديو، وكلنا هنعمل لايكات على الكومنتات وندعي له، وانا اول واحد هعمل دوت. وبص انا قلت لك ان الخناقه صعبه بس الدايت الابطال، وانا في ظهرك.